المغنيسيوم، فوائده، اضراره، وافضل المصادر. من الاخر، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن واحد من اهم المعادن اللي للاسف الناس مش بتهتم بيه كفايه، بس جسمنا ما يقدرش يعيش من غيره، المغنيسيوم. يلا نبدا على طول. الموضوع ده فيه مفاجآت كتير. اول سؤال كالعادي، ايه هو المغنيسيوم؟ على فكره المغنيسيوم مش مجرد اسم نسمع عنه في المكملات، ده معدن اساسي موجود في جسمنا. في الحقيقه حوالي 60% من المغنيسيوم موجود جوه العظام، والباقي في العضلات والأنسجة وحتى الدم. المغنيسيوم بيشتغل كحاجة اسمها كوفاكتور لأكتر من 300 انزيم جوه الجسم. يعني ببساطة هو العامل اللي بيشغل انزيمات الجسم، زي البنزين اللي بيشغل العربية. بيعمل ايه بقى في الجسم؟ أهم فوائد المغنيسيوم هي بيساعد في تنظيم ضغط الدم، مهم لتقلص العضلات وانبساطها عشان ما يجيلكش تشنج عضل كتير، بيساعد في إنتاج الطاقة داخل الخلايا، مفيد للمود والنوم. في دراسات بتقول إن المغنيسيوم بيقلل أعراض القلق والتوتر وحتى الاكتئاب، بيحسن حساسية الإنسولين، وطبعا ده خبر حلو للي عنده مقاومة إنسولين أو مقدمة سكر. مهم للعظام، مش الكالسيوم لوحده، المغنيسيوم بيساعد في امتصاص الكالسيوم وبينظم ضربات القلب. يعني من الآخر لو جسمك ناقصه مغنيسيوم ممكن تحس بإرهاق، ضعف عضلي، تشنجات، قلق، وكمان مشاكل نوم. طب مين يستفاد من مكملات المغنيسيوم؟ سؤال حلو. طبعا الإجابة الناس اللي عندهم نقص مغنيسيوم، ودي فئات بالذات ممكن تستفيد منه. الناس اللي بتستخدم أدوية إدرار البول زي اللي موجودة في أدوية الضغط، اللي عندهم مرض سكر تاني، الستات في فترة الدورة الشهرية. المغنيسيوم ممكن يقلل من التقلصات والمود السيء. الناس اللي بيعانوا من مشاكل هضم زي مرض الكرونز أو حتى القولون التقرحي، الرياضيين اللي بيتمرنوا جامد وبيخسروا أملاح كتير في العرق، وكبار السن لأن الامتصاص بيقل مع الوقت. يعني أنت لو من الفئات دي مكمل المغنيسيوم ممكن يكون مفيد. طب مين بقى لازم يبعد عن مكمل المغنيسيوم؟ مش كل الناس مفروض تاخده. الناس اللي عندها مشاكل في الكلى، لان المغنيسيوم بيخرج عن طريق الكلى. الناس اللي بتاخد ادويه فيها مغنيسيوم اصلا زي بعض ادويه مضادات الحموضه والملينات، والناس اللي بتاخد ادويه معينه زي ادويه قلب او مضادات حيويه من نوع الكوينولون. ولو انت مش متاكد اسال الدكتور بتاعك. طب هل ليه اثار جانبيه المغنيسيوم ده؟ زي اي حاجه في الدنيا، لو زاد عن حده يتقلب ضدك. الاعراض من الجرعه الزياده او الاستخدام الخطا هي اسهال، وده اكتر حاجه بتحصل مع المغنيسيوم، هبوط في الضغط، تعب شديد وضعف عضلي، ممكن توصل لصعوبه في التنفس لو الجرعه عاليه جدا. بس بصراحه الجرعات العاليه دي نادرا قوي انك تاخدها من اكل طبيعي او حتى من المكملات، لو بتاخدها بجرعات معتدله. طب افرض مش عاوز تاخد مكملات، تاكل ايه عشان تزود المغنيسيوم؟ اكتب عندك المكسرات، خصوصا اللوز والكاجو، البذور زي بذور الشيا والكتان، الخضار الورقي، السبانخ، السلك، البقوليات، فاصوليا والعدس والحمص، الشوكولاته الدارك والله مليانه مغنيسيوم، الحبوب الكامله زي الشوفان، الرز البني، الافوكادو ملك الدهون الصحيه، السمك خصوصا السلمون والماكريل، الموز مصدر بسيط وسهل. يعني بدل ما تلجأ للمكملات على طول جرب تظبط اكلك الاول. طب استخدمه ازاي لو باخده كمكمل؟ لو الدكتور قال لك خد مكمل مغنيسيوم في الغالب هيقول لك ابدا بجرعه 200 ل 400 مللي جرام في اليوم، طبعا حسب احتياجك. وفي انواع مختلفه من المغنيسيوم، مغنيسيوم سترات ممتاز لو عندك امساك وممتاز للامتصاص، المغنيسيوم جلايسينات مشاكله في المعده اقل ومفيد للقلق والتوتر، المغنيسيوم اوكسايد ارخص بس اقل امتصاصا، المغنيسيوم تورات مفيد للقلب، المغنيسيوم مالات ممتاز للطاقة والتعب. اختيار النوع هيعتمد على حالتك، ودايما خده مع الاكل عشان ما يعملكش مشاكل معدة. الخلاصة يا جماعة، المغنيسيوم مش ترند ولا موضة، ده عنصر اساسي في حياتنا، بيأثر على كل حاجة من نومك لطاقة جسمك لمودك واعصابك. لو بتحس بإرهاق مزمن، شد عضلي كتير، قلق وتوتر، او لو حتى نومك مش منتظم، ممكن المغنيسيوم يكون ناقص عندك. بس بعيد تاني، التوازن مهم جدا. مجرد ناخده كترند او انك قريت عنه لا، لازم تفهم جسمك الاول. ولو عندك اي اسئله تستشير الدكتور بتاعك. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. هو ده المغنيسيوم، فوائده، اضراره، وافضل المصادر. من الاخر